تفاصيل عن حياة المخرج عز الدين ذو الفقار. تزوج فاتن حمامة سرا وتغزل في جمال يديها بعد الطلاق، وأخرج رد قلبي على كرسي متحرك، وظل مستيقظا ليلة وفاته انتظارا للموت. في ذكرى ميلاد المخرج عز الدين ذو الفقار، أو مخرج الرومانسية كما تم تلقينه بسبب تميزه في تقدم الأفلام الرومانسية التي لا تزال خالدة ومن أهم أفلام السينما المصرية. المخرج عز الدين ذو الفقار من مواليد 28 أكتوبر 1919، وهو الشقيق الأوسط للفنانين محمود ذو الفقار وصلاح ذو الفقار. التحق بالكلية العسكرية وكان ضابط ملتزم، لكن وفاة والده أثرت عليه كثيرا، فقرر أن يترك العسكرية ويتجه لمجال آخر، وخرج منها برتبة يوسباشي في سلاح المدفعية. وكان بيحب السينما جدا من طفولته، وقرر أنه يصبح مخرجا. بدأ حياته مساعد مخرج مع المخرج محمد عبد الجواد في أفلام الدنيا بخير 1946 وغيرها من الأفلام. وقدم عام 1948 فيلم خلود مع فاتن حمامة واشترك فيه بالتمثيل. مشواره الفني استمر لمدة 16 عام، قدم فيها 35 عملا، منها أفلام شارع الحب وبين الأطلال ونهر الحب ورد قلبي. وأخرج الفيلم التسجيلي حرب الإشاعات عام 1954 وأوبريت الوطن الأكبر. دخل 3 أفلام من أعماله في قائمة أفضل 100 فيلم مصري في القرن العشرين. وفي عام 1948 قدم مع فاتن حمامة فيلم الخلود، ونشأت قصة حب بينهما، وكان عمرها 17 عام وهو 29 عام، يكبرها ب12 سنة. تقدم لخطبتها لكن والدها رفض لأنها صغيرة في السن، وتزوجوا سرا. وقال في مذكراته عن هذا الأمر: تزوجنا في مغامرة، كنا نعمل في فيلم خلود، وعقد القران في فيلا فؤاد الجزائري، وكان شهود العقد جليل البنداري وأنيس حامد، وكان السبب في السرية إن أهلها اعترضوا على الزواج. واستمر زواجهم لمدة 6 سنوات، وأنجب ابنتهم نادية. خلال زواجهم قدمت معه فاتن حمامة العديد من الأفلام، منها أنا الماضي وموعد مع الحياة وسلوى قلبي. ووقع الطلاق بينهما عام 1954. وقال عن هذا الأمر في مذكراته: بدأت الوقيعة بيني وبينها حين أعطيت بطولة فيلم إلى فنانة أخرى، فتفسر فاتن العناية بالعمل على إنها العناية بالبطلة، وانتهينا إلى الطلاق، وكان قرار سليم. لم تطلق فيه رصاصة واحدة على سمعة أي طرف منا، وذهب ما توهمته حبا، وبقى بيني وبين فاتن الشيء الخالد الصداقة. وبعد الانفصال عملنا في فيلم طريق الأمل عام 1957، ثم في عام 1995 قدمنا معا فيلم بين الأطلال، وشاركها في فيلم نهر الحب عام 1960. حكى الراحل فؤاد المهندس عن موقف لا ينساه لعز الدين ذو الفقار في كواليس بين الأطلال، وقال: بنعمل بين الأطلال ومدام فاتن بتشتغل وهو معاها في كل كلمة، هو ورا الكاميرا وكان معاها بكل إحساسه. كان مشهد مأساوي، وإذا بالدموع غرقت وشه، وبعدين فجأة الكاميرا بتنزل على إيد مدام فاتن علشان بتكتب حاجة. بصلي وقال لي: بص شوف بذمتك، مش دي أحلى إيد في الدنيا؟ تزوج مرة تانية وأنجب فتاة اسمها دينا، لكنها توفى وهي في عمر عام ونصف. عانى عز الدين ذو الفقار من مرض الروماتيزم، وكان يصور بعض أفلامه على كرسي متحرك، منها فيلم رد قلبي. وحصل عز الدين ذو الفقار على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة عن فيلم أنا الماضي عام 1951، وجائزة المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم وفاء عام 1953. وآخر أفلامه كان فيلم الشموع السوداء عام 1962. كان يشعر بقرب وفاته، ويوم الوفاة رفض النوم، وكان سائقه يبقى معه في المستشفى، وظل مستيقظا طول اليوم، ومهما يطلب منه أن ينام يرفض. وحكى إنه سأله كم مدة عمل فيها معه، ليخبره إنها 17 عام، ويرد عز الدين ذو الفقار إنه سيستريح قريبا. وتوفي المخرج السينمائي عز الدين ذو الفقار في 23 يوليو 1963 عن عمر يناهز 44 عام.